السلام عليكم أحبابي طلاب الصف الثامن. بعد ما أنهينا الدرس بالكامل، الدرس الأول اللي كان عنوانه بنية الذرة، لابد أنه نحل أنشطة وتمرينات هذا الدرس، وكل طالب قدر يتجاوب مع الدرس الأول كمفاهيم لابد أنه يكون يتجاوب معنا الآن بحل هذه الأنشطة وهذه التمرينات. الآن التمرين الأول تركت لكم وظيفة، هو تطبيق قانون باولي بالضبط. تذكرة: قانون باولي كان y يساوي 2n مربع، حيث n رقم السوية. السوية n لها 7 أرقام: 1 2 3 4 5 6 7، ولها رمز. الآن سنملأ الجدول بداية من الرمز. الرمز يبدأ من K L، تمام، M N O D Q. الكتاب اكتفى إلى الطبقة الخامسة، ولكن أنا أحببت أن تعم الفائدة أتابع الجدول إلى ال7 طبقات. انتبه حبيبي الطالب. الآن ما هو رقم السوية؟ بور رقم السويات من 1 إلى 7. 1 هي K، 2 هي L، 3 M، 4 5 6 7. بدي أعمل لك اختبار الآن. انتبه، إذا قلت لك الطبقة M شو رقمها؟ لازم تعمل إيديك هيك أو كفك كامل. K L M شو الرقم؟ 3. لو قلنا ال N K L M N إذن هي الرابعة، وهكذا. لازم تعرف رمز السوية ولازم تعرف رقم السوية. الآن تطبيق قانون باولي. ما هي واي؟ هي الاتساع الأعظمي للإلكترونات. برجع بعيد فكرة كتير مهمة أن تتسع الطبقة أعظميا شيء، وأنه أنا عبية شيء. هذا الكلام كتير ضروري تفهمه بقانون باولي. الآن الطبقة K رمزها K ورقمها N. تعالوا نطبق مع بعض. بعيد مرة ثانية. الأولوية للقوى ثم الضرب. اوعى تنسى هذا الكلام، هذا كلام ما له كيمياء، هذا الكلام رياضيات. الأولوية للقوى ثم الضرب. الآن عوض محل n 1. الأولوية للقوى ربع الواحد. بعيد تذكرة مرة ثانية، التربيع هو ضرب العدد بنفسه مرتين. تربيع الواحد 1 ثم 2. إذن الاتساع الأعظمي للطبقة K هو إلكترونين. الطبقة L رمزها L ورقمها 2. تربيع الاثنين 4 ضرب 2 8. تتسع الطبقة L إلى 8 إلكترونات. الطبقة M هي الثالثة. تربيع الثلاثة 9 ضرب 2 18. بتحبوا أعملكم تطبيق سريع. Y يساوي 2 3 مربع يساوي 2 ضرب 9 ويساوي 18. كل طالب بحب يطبق هذا على كل الطبقات يستطيع أن يضع مكان الثلاثة هو رقم السوية. رقم السوية 4 رمزها N. ربع الأربعة 16 ثم اضرب ب2 بيطلع الجواب 32. إذا تتسع الطبقة N رقمها 4 تتسع إلى 32 إلكترون. الطبقة O رمزها O ورقمها 5. ربع الخمسة 5 ضرب 5 25 ضرب 2 50 إلكترون. والطبقة B السادسة 6 ضرب 6 36 ضرب 2 72 إلكترون، تمام. والأخيرة الطبقة Q هي الطبقة السابعة. 7 ضرب 7 49 ضرب 2 98 إلكترون. وأنا عادة بحب الطالب يحفظهم سريعا: 2 8 18
32 50 72 98. كل هذه الطبقات السويات السبعة للطاقة حسب نموذج بور وحسب قانون باولي تتوزع على الشكل التالي: الطبقة K تتسع إلى إلكترونين وهكذا. تكلمنا عن مفهوم الأيون. أذكركم بتعريف الأيون: ذرة تكتسب أو تفقد إلكترونا أو أكثر. لازم أذكركم إنه الذرة الأصل متعادلة كهربائيا، يعني كمية الشحنات الموجبة تساوي كمية الشحنات السالبة، والشحنات الموجبة هي البروتونات والشحنات السالبة هي الإلكترونات. كمية الشحنات السالبة وكمية الشحنات الموجبة في الأصل في الذرة متساوية، وبالتالي الذرة متعادلة كهربائيا. الآن إذا الذرة اكتسبت أو فقدت إلكترونا أو أكثر تتحول إلى أيون. تطبيق: تفقد الآن فقدت ذرة الفضة AG إلكترونا واحدا، فتتحول إلى الذي يفقد يعني يعطي. وتكلمنا في الفيديو السابق أن العطاء قيمة إيجابية، فالذي يعطي نضع له نجمة إيجابية بعدد ما أعطى. فإذا أعطى إلكترونا واحدا نضع لهذا الآجي مكافأة له نجمة واحدة. تمام؟ هنا يجب أن نقول يتحول إلى أيون موجب. الرمز هنا نرمز له بالرمز AG موجب. أعيد: إذا فقدت ذرة الفضة AG إلكترونا واحدا، تمام، وطالما فقد أنا بالنسبة إلي بحب سميه عطاء، فإذا أعطى إيجابيا هو عطاء، فتتحول إلى أيون موجب نرمز له بالرمز AG موجب. طيب تعالوا نشوف الذي يكتسب. قال تتحول ذرة البروم إلى أيون بR سالب. سالب يعني أخذ، يعني اكتسب. إذن وكم وضعنا له من الإشارات السالبة؟ واحدة. فإذا عندما تكتسب نضع هنا إلكترونا واحدا. ملخص: إذا فقدت الذرة إلكترونا أو أكثر تتحول إلى أيون موجب، ونضع له من الإشارات الموجبة بعدد ما أعطى أو بعدد ما فقد. وإذا اكتسبت الذرة إلكترونا أو أكثر تتحول إلى أيون سالب، ونضع له من الإشارات السالبة بعدد ما اكتسب من الإلكترونات. فإذا اكتسب إلكترونا واحدا نضع له -1، وإذا فقد إلكترونا واحدا نضع له موجب 1. الآن إلى تمثيل لويس. أيضا تكلمنا في الفيديوهات السابقة عن تمثيل لويس. تذكرة: لويس اهتم في الطبقة السطحية، هذا أهم قضية بلويس. طيب إذا أردنا توزيع الإلكترونات حسب قانون باولي إلى الليثيوم، كم يملك ليثيوم من الإلكترونات؟ يملك 3 إلكترونات، وهذا تكلمنا عنه أنه العدد الذري يوضع إلى يسار وأسفل العنصر، هو عدد إلكتروناته أيضا عدد بروتوناته وأيضا اسمه العدد الذري. طيب الليثيوم الآن كم يملك من الإلكترونات؟ 3 إلكترونات. طيب حسب قانون باولي تتسع الطبقة K إلى إلكترونين، في داعي نعيد؟ تربيع 1 1 ثم ضرب 2 2. طيب هو عنده 3، كم بقي له من الإلكترونات؟ إلكترونا واحدا. قد تسأل إحدى الطالبات أو يسأل أحد الطلاب: أستاذ أنت قلت لنا الطبقة L بتتسع إلى 8 إلكترونات، كيف عم تحط فيه 1؟ هو ما عنده، هو عنده 3، ووزع في الطبقة الأدنى الطبقة الأولى K يضع فيها 2 وهي تتسع إلى 2،
بيحسن يحط 3؟ طبعا لا. طيب هو عنده 3 زاد معه قديش؟ 1، فيضع في الطبقة L1. وهذه الطبقة الأخيرة اسمها الطبقة السطحية، وهنا مكتوب تمثيل لويس. أذكركم كيف مثل لويس العناصر. يضع رمز العنصر Li، ويضع حوله من النقاط ما هو موجود من الإلكترونات في الطبقة السطحية. طب طلعوا معي، طبقته السطحية كم إلكترون فيها؟ إلكترون واحد. طيب تعالوا ناخذ هذا القلم المميز ونضع نقطة واحدة حسب تمثيل لويس. تمام؟ طيب هاي النقطة هي عدد الإلكترونات الموجودة في الطبقة السطحية، وهذا هو تمثيل لويس. يلا جرب أو جربي توزعي البور رمزه B وعنده 5 إلكترونات. تتسع الطبقة الأولى K إلى إلكترونين. طيب 5 حطينا في الطبقة K 2، كم سيبقى للطبقة L؟ يبقى 3. تمام؟ طيب وهي تتسع ل8، إذن الأمر كتير عادي جدا. طيب ما هو تمثيل لويس؟ نضع الرمز B ونقول أن الطبقة السطحية فيها 3 إلكترونات، يعني بدي أحط حوالي الرمز B 3 نقاط. أستاذ أنا كيف بدي أحط النقاط؟ ولا يهمك، حط النقاط كيف ما بدك، ولكن الجمال أن يكون المنظر متناظر. أضع نقطة تحت أو فوق، ثم نقطة على اليمين، ثم نقطة على اليسار. الذي ينظر إلى البور حسب تمثيل لويس يقول أن الطبقة السطحية تحوي 3 إلكترونات. طيب يلا الكربون C 6، يعني عنده 6 إلكترونات. نعم يلا جرب أو جربي 2. دائما الكي ملأة، إلا الهيدروجين على فكرة ما حطيته هون لأنه إن شاء الله له يعني بالفيديو يمكن الثالث الأخير عندما تكلمنا عن نظائر الهيدروجين تكلمنا عن هذا الكلام. الآن الكربون وضعنا له في الطبقة الأولى كي إلكترونين و6 هو عنده. كم يبقى في الطبقة السطحية؟ 4 إلكترونات. تمام؟ ونضع سي. يلا يا شباب حتى يطلع المنظر متناظر نضع له نقطة فوق ونقطة تحت ونقطة على اليمين ونقطة على اليسار. وعندما ينظر الطالب إلى الكربون يعلم أن الطبقة السطحية تحوي 4 إلكترونات. النيتروجين ورمزه N، يلا في الطبقة K 2، هو عنده 7. كم يبقى في الطبقة السطحية؟ 5. يا سلام. طيب الآن نضع N رمز النيتروجين. كيف بدي أوزع النقاط يا أستاذ؟ شوفوا هالجمال ما أحلاه. نضع نقطتين ونضع نقطتين ونضع نقطة. 5 إلكترونات في الطبقة السطحية للنيتروجين. الفلور، شوفوا جمال الفلور. الفلور عنده 2 في الطبقة K وهو عنده 9. 9 ناقص 2 7. الآن نضع الفلور برمز F. كيف بدي أوزع 7 يا أستاذ؟ شوفوا الجمال. 2 2 2 1. تمام؟ الأكسجين عنده 8 إلكترونات في الطبقة الأولى K 2. 8 ناقص 2 6. الآن نضع الأو ونضع لها 6. شوفوا الجمال ما أحلى. 1 2 1 2. بتحبوا من فوق شغالة وبتحبوا من تحت كمان شغال. الأرغون، حابب أحكيكم عن الأرغون. الأرغون تكلمنا في أحد الفيديوهات السابقة أن هناك عناصر أنا بحب سميها عناصر نبيلة، مو عناصر خاملة. هي خاملة لأنها لا تمارس أي نشاط، ورح أراجع لكم من خلاله قاعدة 8 إلكترونات. يلا تعالوا نوزع الأرغون. الأرغون في الطبقة K عنده إلكترونين، تتسع الطبقة K إلى إلكترونين. طيب 18 ناقص 2 16. أوه لسه في عندي طريق.
طيب ماذا تتسع الطبقة L؟ تتسع الطبقة L إلى 2 إلكترونات، الاتساع الأعظمي للطبقة L إلى 2 إلكترونات. أوه لسه عنده كتير، هي 8. طيب 2 و8 10، 18 ناقص 10 نضع له في الطبقة M8. تمام؟ الآن هذه الطبقة الأخيرة السطحية إذا مثلناها حسب لويس أرجون وبده 8 يعني 8 نقاط حوالي الأرجون. هل هذا العنصر مستقر؟ نعم. حسب قاعدة ال8 إلكترونات قلنا أنه حتى يستقر العنصر يجب أن يجعل طبقته السطحية تحوي 8 إلكترونات، وعملنا استثناء عظيم. حاول تتذكر وحاولي تتذكري أنه شو هو الاستثناء. ثانية واحدة معكم، ما هو الاستثناء الذي استثني من قاعدة ال8 إلكترونات؟ هو الهيدروجين. عدا الهيدروجين فهو تتسع طبقته السطحية إلى كم؟ إلى إلكترونين فقط، وتكون عنده فقط طبقة واحدة هي طبقة K. طيب الأرجون 8، هل يحتاج إلى أن يفقد؟ طبعا لا. هل يحتاج إلى أن يكتسب؟ طبعا لا. إذن هو عنصر غير نشيط كيميائيا. سموه خامل لأنه غير نشيط، أنا بسميه نبيل. العناصر النبيلة مو بس أنا بسميه نبيل، هن سموها الغازات النبيلة لأنها لا تحتاج إلى أحد، هي تكتفي بنفسها، لا تحتاج إلى أخذ ولا تحتاج إلى عطاء. الألمنيوم عنده 13 إلكترون. يلا يا شباب، في الطبقة K 2، في الطبقة الثانية 8، 2 و8 10، 13 ناقص 10 يبقى 3 إلكترونات في الطبقة M. إلى تمثيل لويس الآن Al 3 إلكترونات. أستاذ كيف حطهم؟ حطهم بالطريقة اللي بدك إياها، ولكن أنا بحب التناظر أجمل. تمام؟ أخيرا المغنيسيوم، مو بس أخيرا، عندنا كتير ولكن نكتفي الآن لأنه صارت القاعدة مفهومة. 2 8 2. تمام؟ والآن نضع MG ونضع لها نقطتين. كيف يا أستاذ؟ أنا بحب حطهم فوق. تمام؟ هذا تمثيل لويس حيساعدنا كتير كتير في درس القادم، وهو درس الروابط الكيميائية. كتير مهم أن نفهم تمثيل لويس للدرس القادم اللي هو درس الروابط الكيميائية، خاصة عندما يعني يكون هناك أخذ أو عطاء أو هناك مشاركة. نظائر الأكسجين، هذه النظائر أعيد تعريف النظائر، هي ذرات العنصر نفسه، تتماثل بالعدد الذري وتختلف بالعدد الكتلي. هلأ شوفوا، وتتماثل بعدد البروتونات وتختلف بعدد النيوترونات، وتتماثل بالخصائص الكيميائية وتختلف بالخصائص الفيزيائية. ضروري تفهم شو معنى النظائر، هي ذرات العنصر نفسه، هي نظائر الأكسجين، تتماثل بالعدد الذري وتختلف بالعدد الكتلي، تتماثل بعدد البروتونات. حبيت أحط لكم هون أن العدد الذري زد هو يساوي عدد البروتونات وأيضا يساوي عدد الإلكترونات. يعني إذا قلت لك هلأ الأكسجين كم إلكترون عنده؟ عنده 8. الدليل شوفوا طلعوا الأكسجين كم إلكترون عنده؟ 8 إلكترونات. طيب تعالوا نعبي الجدول. تمام؟ لنظائر الأكسجين نبدأ. ما هو العدد الكتلي A إلى أول نظير؟ أستاذ أنت قلت لنا أنه العدد الكتلي هو أعلى ويسار العنصر. يلا إذن 16، الثاني 17، الثالث 18. طيب ما هو العدد الذري؟ ما هلأ قلنا إنه النظائر تتماثل بعدد البروتونات وتتماثل أيضا بالعدد الذري. إذن أضع مباشرة 8 8 8. يلا تذكرة، عدد النيوترونات. حتى عبي هذا السطر يجب أن تذكر معي أن عدد النيوترونات هو طرح العدد الكتلي. شوفوا أجمل هالكلام. طبعا أنا حبيت أحط إنجليزي وهذا العدد الذري. يلا طرح معي 16 ناقص 8 8. يا سلام. 17 ناقص 8 9. طب و18 ناقص 8 10.
صدقوني يا شباب، يلي بيطلع الآن إلى الجدول بيشوف تعريف النظائر 100%. يلا، النظائر هي ذرات العنصر نفسه. مين العنصر؟ الأكسجين. له 3 نظائر تختلف بالعدد الكتلي 16 17 18، وتتماثل بالعدد الذري أي بعدد البروتونات، تمام، وتختلف بعدد النيوترونات. لاحظوا النيوترونات، النظير الأول 8 والنظير الثاني 9، والنظير الأخير هو 10 نيوترونات. والخصائص الكيميائية بكل النظائر متماثلة، أما الخصائص الفيزيائية مختلفة. حبيت هيك شفت لكم إنه شو هي بعض الخصائص الكيميائية، مثلا سرعة الاشتعال، مثلا الاحتراق، درجات يعني كيف قديش بدها درجة لحتى تحترق، وشو بتعطي درجات حرارة حتى تحترق. هدول خصائص كيميائية. أما الخصائص الفيزيائية فهي مثلا الانصهار، الغليان، القساوة، هدول من بعض الخصائص الفيزيائية. فالنظائر تختلف بالخصائص الفيزيائية وتتشابه بالخصائص الكيميائية. أخيرا، ضع إشارة صح أو خطأ. الآن من مفهومك للدرس كله لازم الآن تجاوب. ضع إشارة صح أو خطأ، وأنا جعبالي لكم إذا بنحاول مع بعض نصحح الخطأ. 1. الذرة التي تخسر إلكترونا تصبح أيونا موجبا. يلا فكروا، تخسر يعني تعطي، والذي يعطي إنسان إيجابي. هنا شو قالوا؟ تصبح أيونا موجبا. الإجابة هي إجابة صحيحة، لأن الخسارة، أنا بحب أقول عطاء، نضع إشارة صح. هلأ هون كتير مهمة هي، انتبه وانتبهي. الفرق بين كلمة ذرة وكلمة أيون هون لازم تعرفها. الذرة الأصل متعادلة كهربائيا، وشوفوا معي تعريف الأيون. ذرة تكتسب أو تفقد إلكترونا واحدا وتتحول إما إلى أيون موجب، يعني صار في شحنة، يعني شحنة موجبة، أو تتحول إلى أيون سالب، يعني سالب. طيب تعالوا نشوف. شوفوا العبارة قديش بدها انتباه. الأيونات معتدلة كهربائيا. شو؟ هل معتدلة الأيونات؟ شو الإجابة؟ الإجابة خطأ. طيب مين بيصحح معي؟ التصحيح ممكن يكون بمكانين، ممكن قيم كلمة الأيونات. يلا فكر معي ثانية واحدة معك. إذا قمت كلمة أيونات حتى تصير العبارة صحيحة، شو فيني بدلها؟ شو رأيكم؟ يلي قال أو اللي قالت ذرة إجابة صحيحة. الذرة معتدلة كهربائيا. طيب ما بدي أعدل الأيونات، الأيونات ذات شحنة كهربائية، تمام؟ يلا الثالث، الذرة التي تكسب إلكترونا تصبح أيونا سالبا. تكسب يعني بتاخذ، وإذا أخذت شو يعني؟ يعني بمفهوم الأخذ في سلبية، ومفهوم العطاء إيجابية. طيب هن قالوا تصبح أيونا سالبا، والإجابة تصبح إجابة صحيحة. النظائر، هلا طلع على الجدول. النظائر تختلف بالعدد الكتلي وتتشابه بالعدد الذري، وتتشابه بعدد البروتونات وتختلف بعدد النيوترونات. طيب تعالوا نشوف، عرف معي النظائر. شوفوا العبارة قديش دقيقة. النظائر هي ذرات متماثلة بالعدد الكتلي. شوفوا، هل متماثلة بالعدد الكتلي؟ الإجابة خطأ. قال ومختلفة بالعدد الذري. العدد الذري شبه نفسه. شو الإجابة؟ خاطئة. مين بيصحح؟ جرب وجربي، جربي تصححي هنا النظائر. شو بنعمل؟ عملية تبديل. تعالوا نقرأ العبارة صحيحة. النظائر هي ذرات مختلفة بالعدد الكتلي ومتشابهة أو متماثلة بالعدد الذري. يلا، العدد الأعظم من الإلكترونات في السوية الثالثة. تعالوا نعد على أصابعنا. 1 2 3 هي M، تمام؟ ربع ل3 9 ضرب 2 حسب باولي 18. شو قالوا؟ 18. إذن العبارة صحيحة. الأخيرة هون، دير بالك وديري بالك.
تمتلئ السوية الرئيسية الأولى كي شو؟ كي الطبقة الأولى قال شو؟ 3 إلكترونات. اطلعوا على الجدول كلياته. الكي بشو عبيناها؟ عبيناها بإلكترونين فقط ولا تتسع إلى أكثر. شو قالوا هنا؟ 3 إلكترونات. الإجابة خاطئة. مين بيصحح؟ يلا مع بعض. تمتلئ السوية الرئيسية الأولى كي فقط بإلكترونين. هذا الكلام اللي تكلمناه سواء بالفيديوهات الأولى 3 الأولى، ثم هذا الفيديو رقم 4 الذي يعني خلاصة الدرس وخلاصة بنية الذرة، أن يتعلم الطالب قانون باولي، أن يتعلم مفهوم الأيون، أن الأيون هو ذرة كانت ذرة بس لما اكتسبت أو فقدت تحولت إلى أيون، إما موجب أو أيون سالب. تمثيل لويس وهو اهتم في الطبقة السطحية كتير رح يفيدنا بدرس الروابط الكيميائية. الآن النظائر مختلفة بالعدد الكتلي والمتشابه العدد الذري، ثم مختلفة بعدد النيوترونات والمتشابه بعدد البروتونات، ثم عبرنا عن هذا كله بإشارة صح أو خطأ. السؤال الثاني يترك للطالب حله، إما نضع له إن شاء الله يعني رابط مع هذا الفيديو، أو إن شاء الله في الفيديو الآخر نضع له حلا بإذن الله تبارك وتعالى. أترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أساتذة محترفين وخبرتهم كبيرة حتحصل على علامات عالية بكلفة مخفضة وسهولة وصول عالية. اشترك معنا بمنصة لبيب التعليمية.